الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآية ديت الواحد كل ما يقراها والله يعني يحس بنغصة كده في قلبه. اتل عليهم يا محمد وأخبرهم، أخبر اليهود الذين أوتوا التوراة وحفظوا التوراة وحفظوا ما في التوراة من أسفار ومن آيات تثبت أنك رسول الله وأنك خاتم الأولين والآخرين. أخبرهم وأعلمهم بنبأ هذا الذي آتيناه علما. النبأ هو الخبر العظيم، الخبر الملفت، كما قال الله سبحانه وتعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قيل أن هذه الآية نزلت في رجل من بني إسرائيل يسمى بلعام ابن باعوراء أو بلعم ابن باعوراء. هذا الرجل كان قد من الله سبحانه وتعالى عليه بحفظ التوراة، وعلم اسم الله الأعظم، كان مستجاب الدعوة. حتى من بين الإسرائيليات على فكرة يعني لا نصدقها ولا نكذب، من بين الإسرائيليات أن هذا الرجل كانت له 3 دعوات مستجابات. ليك 3 دعوات في الدنيا. أول دعوة دعا أن يرزقه الله سبحانه وتعالى بأجمل الجميل، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بأجمل الجميل، دعوة واستجيبت. الدعوة الثانية قيل أن هذه المرأة يعني عصته وكانت يعني سيئة الخلق، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يسخطها، فأسخطها الله سبحانه وتعالى كلب. فأولاده ما ينفعش، ازاي ده احنا كده هنبقى أولاد. فادعي لنا بقى ربنا سبحانه وتعالى يرجعنا تاني. فدعا الله سبحانه وتعالى فرجعت مرة ثانية. يبقى 3 دعوات أجيبت. في هذا الرجل يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كرامات ونظره وهداه، وكان من أنصار سيدنا موسى عليه السلام. ولكن سبحان الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. كان سفيرا آنذاك لسيدنا موسى لإحدى الدول، فجاء إلى الملك ملك المدينة فأرشاه، فأعطاه قطعة من الأرض وأغدقه بالنعم الذهب والفضة، ففتن وترك دين موسى وجعل يسب ويدعو على موسى وعلى من اتبع سيدنا موسى. فنزلت هذه الآية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية نزلت فيه وفي أمثال الذين يبيعون هذا الدين بعرض من الدنيا قليل. صدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من هذه الفتنة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذه الدنيا عباد الله لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض، لا أمان فيها. ولولا ثبات الله سبحانه وتعالى ولولا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا وهدايته لنا ما اهتدينا. الصحابة هم بيحفروا الخندق كانوا ينشدون بهذه الأبيات الجميلة:
كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجب بهذه الأبيات جعل يقول معهم صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا 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 أبينا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف اللفظ فانسلخ منها. انت عارف الشاه لما تيجي تسلخ الجلد عن اللحم بالظبط كده، ده يعني يدل ان هو انقطع انقطاعا تاما بهذا الدين. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى دي رسالة بيرسلها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العلماء الربانيين، أن يكونوا لله سبحانه وتعالى خاشعين لا ينظرون إلى متاع زائل. صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حقيقة هذه الدنيا أنها لا تساوي عند الله جناح بعوض. أنت عارف جناح البعوضة، الحشرة اللي احنا بنأنف منها ونحتقرها، تمام؟ الدنيا دي كلها على بعضها بذهبها بفضها بسماها بأرضها، كل ده كلها لا تساوي عند الله جناح. ولو كانت تساوي عند ربنا شيء لا ما سقى كافر منها شربة ماء، ولكن لا تساوي شيء. اللي احنا عمالين نتكالب عليه، اللي احنا بسبب عرض من الدنيا قليل ممكن نسيب اي حاجة، ممكن نسيب اي حاجة. فالفتنة دي يا اخوانا ما فيش حد كبير عليها. قول ابن مسعود ده بيهز القلب: اقتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤتمن عليه الفتنة. لا يؤمن عليه الفتنة فعلا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فأتبعه الشيطان أي أصبح هذا الشيطان قائد له في الغواية، في اتباع الهوى، افعل ولا تفعل، والوساوس والمخاطر والأفكار في غير عبادة المولى سبحانه وتعالى. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، من الهالكين في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذه الفتنة العظيمة، ألا وهي فتنة أئمة مضلين يفتوا لإرضاء جهة معينة لا لإرضاء المولى سبحانه وتعالى. حذار. أحذر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في أقوالهم وأفعالهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذه الآية لها مغصى في القلب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، كل ما يذكر هذا الحديث يغشى عليه، فوقوه يقولوا تاني يغشى عليه، فوقوه يقولوا تاني يغشى عليه. أن أول من تصعر بهم النار ثلاثة. أول من تصعر بهم النار ثلاثة. تخيل منهم العالم. قيل العالم ده يعني ليه؟ قال تعلمت العلم بالقيل والقال. تعلمت اللي يقال وقد قيل، خلاص بقى. إنما المسلم إن هو يفعل العمل ابتغاء مرضات الله عز وجل، لا يرجو من الناس مدحا ولا ثناء ولا جزاء ولا شكورا. الناس هترضى عليك دلوقتي، لكن بكرة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. سيدنا يوسف لما عرضت عليه الفتنة اعتصم والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولاذ به تبارك وتعالى، ما ركن إلى نفسه وما ركن إلى قوته وعبقريته وإيمانه ورسالته ورسول من عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك أنا أداها وأنا أقدر أصد في الفتنة دي، لا، إنما قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. في الدنيا منهاش أمان. لولا ثبات الله سبحانه وتعالى للعبد، هو اللي جاب رجليك للجامع، هو اللي جاب رجليك للصلاة، هو اللي خلاك تصلي، هو اللي خلاك تزكي، هو اللي خلاك عانك على الصيام، هو اللي أعانك على الطاعات. فلا تركن إلى نفسك. ولولا ثبات الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته
ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. دايما الواحد لما يجي يعمل العمل يتعلم العلم اللي ما كانش يورثك الخشية من الله سبحانه وتعالى، مفيش نفع. لما ذكر العلم قالوا إنما العلم الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. فالآية دي دايما نصب عينيك دائما أيها العالم أيها الرباني يا من تتعلم أمور دينك، تمام، خليها نصب عينك وحلق في ودانك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نسأل الله الثبات حتى الممات. أكم من أناس آتاهم الله سبحانه وتعالى علما، حفظهم القرآن، حفظهم السنة، سلكوا سبيل السنة، اتبعوا نهج الله نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح، بسبب عرض من الدنيا قليل انتكسوا وضلوا وأضلوا. فنسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان وعلى اتباع السنة وعلى اتباع نهج سلفنا الصالح إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا خالصة لوجهه الكريم. أقول ما سمعتم أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.